الطيار المقاتل حسن المرضي هو واحد من الأسرى ديال الحرب اللي كانت ما بين المغرب والبوليزاريو في السبعينات، وغيتأسر لمدة 10 سنين في كل ما فيها من عذاب نفسي وجسدي في مخيمات تندوف، وبالضبط في سجن الرابوري. معروف عليه الشجاعة وكيفاش لا بطبيعة الحال وهو غادي يقرر يهرب من المعتقل السجن الرابوري مع مخاطرة كبيرة، حيث في حالة فشل فغيكون عنده عذاب كثير يؤدي إلى الموت. فشكون هو حسن المرضي وشنو هي القصة ديالو؟ واش الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجة باش نبداو لا فيديو ديالنا كيف العادة ما تنساوش تابوناو معنا في القناة، ويلا نبداو القصة ديالنا. حسن المرضي هو ابن مدينة صفرو، وبالضبط في قبيلة ايت يوسي. حسن المرضي هو خريج المدرسة الفرنسية للطيران، وهو قائد الطائرة الأمريكية F-5 اللي معروفة بالسرعة ديالها الفائقة، والميزة ديالها أنها كتمشي قريبة من الأرض. مباشرة بعد انتهاء التكوين ديالو غادي يصيفطوا للجبهة في الصحراء المغربية بطبيعة الحال في السبعينات، واللي كان في أوج الحرب ما بين المغرب والبوليزاريو. وفي هذه الفترة وبالضبط في السبعينيات كان المغرب كيعاني بزاف مع جبهة البوليزاريو، كنركز على سلاح الطائرات، حيث هذيك الساعات كانت البوليزاريو مدعومة من طرف الجزائر وكذلك القذافي، وهذا الشيء اللي خلاهم باش يحصلوا على سلاح فتاك، وهو السلاح السوفيتي صنف 7 واللي معروف كذلك بستريلا 2، وهو نظام صاروخي أرض جو اللي كيتحط فوق الكتف وخفيف الوزن، اللي مصمم على استهداف الطائرات والمروحيات على مستوى منخفض، واللي كيتوجه بطريقة الانفراروج او الاشعة تحت الحمراء. هو سلاح فتاك وقوي بزاف اللي ديك الساعات المغرب ما لقالوش حل. تمكن السلاح باش يطيح طائرة الملازم حسن المرضي. الطائرة ديال حسن المرضي ما كانتش اول طائرة او اخر طائرة، وبعد سقوط طائرة حسن المرضي غادي يأسروه، ومن تمايا غادي تبدا 10 سنوات من العناء، 10 سنوات من العذاب، 10 سنوات من العذاب النفسي والجسد بمعنى الكلمة. فكانوا كيدوزوا عليهم واحد المأساة اللي خايبة لدرجة انهم ما كانوش كيقدوا حتى ينعسوا بقوة العذاب اللي كان كيدوز عليهم كل نهار. كانوا كيخليهم يخدموا في عز الشمس الحارة اللي كانت كتوصل حتى ل 45 درجة في الظل، يعني في منطقة فيها ظل. البعض منهم مات بقوة الآلام وبقوة العذاب اللي كان كيدوز عليه. فكان هناك واحد الشخص جزائري الجنسية كان كيدوز عليهم العذاب، كيقول لك الا شفتيه من بعيد ما تقولش هاد السيد قد يدير علينا هادشي كامل. كانت كتبان فيه البراءة، وكان كيبان إنسان طيب، ولكن في داخله وحش، ليس له قلب وليست له رحمة. اجي نهضروا على هذا السيد هذا الجزائري اللي ما عرفتش اسم المصطلح نطلق عليه، شكون هو وكيفاش حتى ولا مع البوليزاريو. فهذا الجلاد كان اسمه صالا زارا، كانوا طالقين عليه لقب صالا زارا، وغادي نسميوه حنايا الجلاد الأقدر، وكان هو عدو المعتقلين. وهو محمد سليم ولد سنوسي الملقب بصالا زالا، وتزاد في سنة 1951. قرا الابتدائية والإعدادية ديالو في تندوف، وموراها غادي ينتقل لبشارة باش يدير التكوين ديال التعليم ديال الأساسي، وغادي يتخرج معلم ابتدائي في تندوف. في البدايات ديالو ما كانت عنده حتى علاقات بالبوليزاريو، معلم عادي كيمشي كيقري وكيرجع، ولكن كانت عنده واحد الحاجة باغي يوصل ليها، هي السلطة في أي مكان. كان كيقلب على السلطة في أي مكان، وهذا هو السبب اللي غادي يخليه يمشي يترشح في الانتخابات ديال العمدة بطبيعة الحال في الجزائر، ولكن كيخسر الانتخابات بسبب أصوات، حيث ما صوت عليه حتى واحد تقريبا. فمباشرة بعدها غادي يمشي ويتقرب من البوليزاريو وغادي ينضم ليهم، حيث في ديك الوقيته الجزائر كان سامحه لاي واحد باغي ينضم للبوليزاريو. فدخل مع البوليزاريو، وفي الاول كان عباره عن استاذ كيقري داخل البوليزاريو، ومن بعد ما غادي يبين للقياد ديالو الطريقه والمهاره في القتل والتعذيب غادي يولي المدير الرئيسي في سجن الرشيد، ومن بعد غادي يولي المسؤول على التعذيب الجنود وكذلك المعتقلين الصحراويين. كانت عنده طرق كثيره في التعذيب،
وادوات كثيره اللي كيعذب بها المعتقلين. كاع انواع التعذيب كيستعملها: الضرب بالهراوات، كابليات ديال الضوء، وكذلك الضرب بالحذاء العسكري اللي معروف عليه القوه ديالو الاماميه كتكون بالحديد، وانواع كثيره من الاخبث الانواع في التعذيب. كان هو واحد الجلاد اخر معروف من كبار المجرمين في المخيمات. كان ضروري انني ندوزكم من هذه الفتره هذه ونوريكم الطريقه البشعه اللي كان كيتعاملوا بها تمايا الجنود المغاربه، وكذلك المأساة اللي دازت على الملازم حسن المرضي. وعاد من بعد ندوزو للطريقه اللي هرب بها بطبيعه الحال من السجن. اكيد فكل المعتقلين اللي كانوا معتقلين كانوا كيفكروا في الهروب، ولكن كل واحد والوقت اللي كان داير او التاريخ اللي كان محدد او الخطه اللي كانت يدرس. فالخطه اللي غادي يدير الملازم حسن المرضي خطه جهنميه، قمه في الشجاعه والذكاء، حيت كان داير جوج ديال الخطط، الخطه A والخطه B، وكان كيدرسهم بجوجهم باش غيشوف شكون فيهم اللي غادي توصلوا للمملكه المغربيه. الخطه الاولى كانت صعيبه شويه وفيها مخاطره كبيره بزاف. حسن المرضي كانت كيشتغل هذيك الساعات في الهلال الاحمر التابع للبوليزاريو، وكان كيفكر على ان واحد الشاحنه كتجي كل شهر لتمايا لداخل السجن وكتخوي بعض البضائع ومن بعد كتمشي بدون تفتيش. فكان كيقول ان ديك الشاحنه من بعد ما غادي تجي خاصو يخويها ومن بعد غادي يتلاح فيها يتخبى تحت الباش، ومن بعد ما غادي يخرج الكاميو ويبعد على تيندوف ويكون في الطريق ديالو البشار غادي ينقز من الكاميو ويشد الطريق نحو الشمال. ولكن الصديق ديالو نبهو وقال له فهي خطة غير ناجحة 100% لسبب واحد، لأن كل 6 سوايع كتوقع الابيل داخل المعتقل. شنو هي الابيل؟ الابيل هي كل 6 سوايع كيدوروا عليهم وكيحصيوهم وكيبقاو يعيطوا بالاسماء، فإلا ما لقاوكش كيعرفوك انك هربتي، فمن تما كيركبوا في لي جيب ديالهم وكيمشيو ويقلبوا عليك داخل الصحراء. فبطبيعة الحال إلا هربتي مدة 6 سوايع على رجليك فكون متأكد غادي يشدوك. فهنايا قرر أنه ينتقل للخطة الثانية. فمن بعد ما قال له الصديق ديالو خطة غادي تفشل مباشرة، المرضي غادي يطرح الخطة الثانية على علي نجاب، اللي بطبيعة الحال كانت خطة واقعية ومدروسة واللي هي من أصعب ما يكون، ولكن الهروب ثم الهروب بأي طريقة، هذه هي الحاجة اللي كان كيقول المرضي. قال له المرضي أنا قادر باش نمشي جرية وحدة من رابوني حتى للمحبس. قال له علي نجاب واش عارف كتقول؟ راه ماشي مسافة ديال 100 متر أو 200 متر. قال له أنا قادر نمشي جرية وحدة. ومني كنقولوا جرية وحدة كنقولوا بتيت فولي، يعني بحال اللي غادي بواحد الخطوات سريعة، ماشي جرية وحدة اللي على بالي وبالك. تيقول علي نجاب كنت كنشوف له في عينيه حاجة وحدة هي ما كاينش الاستسلام. قال له أنا فكرت أنني نبقى ندير الرياضة كل ليلة، وكذلك أنني قاد نستدرج بالنجوم. وغادي يقول له الصديق ديالو من بعد ما غادي تهرب غادي تشد الطريق الشمالية اللي مقابلة مع المحب، ومن تما فاش غادي تقرب لتيندوف غادي تقلب الطريق لطريق الغرب. وقدر علي نجاب أنه يدبر على واحد الصحيفة اللي كان في الأخير ديالها خريطة المملكة المغربية، وعيط للمرضي المرضي أجي دغيا. قال له شوف شنو لقيت؟ خريطة المملكة المغربية. قال له اجي نعبروا المسافة ما بين المحبس والرابوني اعتمادا على العبار ديال الخريطة. وبداو كيحسبوا وغادي يتفقوا بجوجهم على ان المسافة هي 96 كيلومتر. فإلا جينا نقصوا المسافة ما بين الجدار الأمني والمحبس فهو 30 كيلومتر، غادي تبقى له 70 كيلومتر، خاصو يجريها في ظرف 13 ساعة، موازاة 6 ديال الكيلومتر في الساعة. طبيعة الحال أمر اللي صعيب بزاف، ولكن ملي كتشوف العينين ديال المرضي كتعرف أنه قاد يوصل ليها، وبموازاة مع التدريب ديالو اللي كان كل ليلة كيدير الرياضة في وسط البلاصة اللي محبوس فيها. كان مدة طويلة هذه كيخليوهم يديروا الرياضة ولكن وقفوهم، والسبب على أنه واحد فيهم من الناس اللي كانوا كيديروا الرياضة هرب. هاد الشيء هذا ما خلاش المرضي يوقف وما يديرش الرياضة. فكل ليلة من بعد ما كيطفيو الأضواء كيدخل البيت ديالو وكيبقى يجبد الحبل وكيلعب حبيلة وكيتريني. ولكن في الليلة من الليالي فجاو عنده الجنود وقالوا له ما تبقاش دير الرياضة بالليل،
الليل فراه ممنوعه. فالمرضي ما وقفش هنايا، فحاول انه يحيد الصباط ديالو وبقى كيدير الرياضه حاف انه الهدف ديالو حاطه قدامه وعارف شنو باغي. طبيعه الحال الوقت ما بقالوش باش يحقق الهدف ديالو، والخطه بدات كتقرب نهار بعد نهار، واستمر في التدريب ديالو لمده سنه. كانت لابيل داخل المحبس كتكون عندها ثلاثه الاوقات اللي هي مع 12 د الليل، وكذلك مع 6 ديال الصباح ومع 10 ديال الصباح، يعني 6 سوايع ما بين كل ابيل. فالمرضي كان عنده هنايا مشكل كبير، لانه في حاله هرب مع 12 د الليل ف6 ديال الصباح غادي يعرفوه هرب، فيعني غادي يشدوه. فكان خاصو شي طريقه باش انه يحاول يكسب الوقت بزاف. فالمرضي كانوا عنده 4 ديال النقاط اللي كان كل ليله كيفكر فيهم وخاصو يحطهم مزيان حيت هما مهمين وغادي يساعدوه بزاف. شنو هما هاد النقاط في نظريتك؟ فكانت خاصو شي طريقه اللي خاصو يكسب بها الوقت بزاف في الهروب. ففكر في واحد الطريقه وناقشها مع الصديق ديالو، لان المحبس اللي كانوا حابسينه فيه ما كانش عنده واحد التغطيه، كانوا عبارة عن محبس يعني دايرين كبيوت بدون تغطية. فشاف واحد الصديق ديالو تمايا قال له انني غنهرب من المحبس وبغيتك دير معايا واحد الجميل، من بعد ما غادي تجي الوقيته د لابيل وكيدوزو عندي انا الاول عاد كيوصلوا عندك نتايا، غادي تنقز للبلاصه ديالي وغادي تلبس جلابه وغادي تمشي للبلاصه شويه اللي مظلمه تما وغادي تجاوب على لابيل. بعد ما غيعيطوا بسميتي حسن المرضي تقول لهم حاضر. قال له واخا انا متفق معاك في هذه القضيه، مرحبا نعاون. هذه النقطه الاولى قدها المرضي. بقات النقطه الثانيه الصور اللي غادي ينقز منه دار فيه واحد البروجيكتور وكل ليله كيبقى شاعل، خاصو يلقى له حل. المرضي مشى لذاك الصور وبالضبط البلاصه فين كاين البروجيكتور، وحاول انه يدير راسو كيصلح شي حاجه تما وضيع داك البروجيكتور نهائيا. فالنقطه الثانيه تقادات والوقت باش يهرب المرضي ما بقاش بزاف. فبقات عنده النقطه الثالثه اللي هي واحد الصور، وهو الصور اللي غادي ينقز منه المرضي. هذاك الصور فيه جوج ديال الاسوار، الصور الاول كيكون عالي وموراه الصور الثاني، فكيمكن لهم انهم يدوزوا ما بين الاسوار. فكان داك الصور كل نهار كيمشي لتما وكيخوي الرمله في واحد البلاصه، فباش انه منين غادي ينقز من داك الصور ما غاديش يتهرس وفي نفس الوقت ما غاديش تسمع القفزه ديالو للناس اللي غادي يكونوا حاضرين. فكل نهار كان كيخوي الرمله تمايا. فبالنسبه ليه النقطه الثالثه مريقله. بقات عنده النقطه الرابعه واللي هي مهمه حتى هي، وكان داير له عائق كبير. كان واحد الكلب في ديك المنطقه اللي غادي ينقز منها، وكان داك الكلب كينبح على اي حاجه شافها، فكان خاصو ضروري يلقى له الحل. فمشى عندك الجنود وقال له ان داك الكلب كل ليله كيبقى ينبح وما كيخليناش نعسو، فحاولوا انكم تربطوه او تكحزوا علينا شويه من البلاصه اللي كنعسو فيها. فقالوا له الجنود واخا، وحاولوا انهم يردوا داك الكلب لواحد الجهه وربطوه. هنايا المرضي كان حط جميع النقاط وجميع المسائل، بقات له حاجه واحده هي انه عارف اذا مشى تهرب غادي يتعذبوا الاصدقاء اللي معاه في الزنزانه وغادي يدوزوا عليهم ايام مره، ايام كحله ديال العاده. فالمرضي كان انسان طيب وخلوق بطبيعه الحال، ففكر حتى في الاصدقاء ديالو وما بغى لهمش الاذى، فلهذا قرر انه ينعس في الساحه. مشى عند الجنود قال لهم انني دابز مع الاصدقاء اللي معايا في نفس الزنزانه وفي نفس الوقت كنتخنق، فبغيت نعس في الساحه. ما قالولوش شي حاجه، قالوا له اوكي سير نعس في الساحه. فكان كل ليله كينعس كيبقى يشوف في النجوم وكيفكر وكيعاود يدرس الخطه ديالو المره الاولى والثانيه والثالثه وكيشوف واش كلشي مضبوط. حتى قربت المده اللي غادي يهرب فيها المرضي ووقعت واحد الحاجه نقدروا نسميوها معجزه، اللي هي تغييرات الوقيته ديال لابيل. من بعد ما كانت مع 12 رجعت مع 9 حيت كانت عندهم ازمه ديال المازوت، فكانوا كيطفيو الاضواء عليهم بكري. فهكا المرضي غادي يتخلى على الصديق ديالو لانه كسب وقت زايد، وغادي يبقى المصير ديالو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. احنا دابا 19 يونيو 1987 النهار اللي غادي يهرب فيه المرضي. غتعيشوا معايا الاجواء كانكم معاه باش تشوف الوقيته وشنو داز على المرض. وكالعاده من بعد ما دوزو لابيل مع 9 المرضي هز المانطا ديالو وخرج للساحه كانه غادي ينعس. واش غنديرها؟ واش انا قاد ندير؟ وكيحمس راسو وكيحفز راسو مرات وجوج وثلاثه، كيتفكر عائلته، كيتفكر الوطن ديالو، كيتفكر الناس غادي يكونوا في الانتظار ديالو. ولكن في لحظه من اللحظات المرضي كينقز الصور ودارها، دار الهدف ديالو قدامه وخلاه المحبس وراه. ومباشره المرضي شد طريق الشمال. من بعد ما وصل للقمه تيختار يمشي فوق الحجر باش ما يخليش الاثار، وغادي يوقف وغادي يشوف في جهه تيندو اللي غادي يشوف الضو ديالها ملعلع في الليل. وفي ديك اللحظه
غادي يحيد السروال ديالو وغادي يلوح على يديه وغادي يبقى غير بالشورت وغادي يشدها لجهتين دول، ومن خلال اعتماده على النجوم غادي يحدد الطريق ديالو اللي هي الوجهه امام المحبه. فبقى غادي المرضي والليل والنجوم غادي يدور على جهه الغرب، وغتبقى النجمه القطبيه على اليمين ديالو، وغتكون ديك النجمه هي البوصله ديالو، حيت تاكد انه غادي في الطريق الصحيح. طول الطريق المرضي غادي وقاش ما كيشوف شي ظل من بعيد كيتخلع وكيبقى يرجف غير في بلاصتو، كيقول صافي البوليزاريو جايين تيقلبوا عليا، ولكن ملي كيوصل كيلقى خيال شجر وكيبقاو يبانوا له بعض الاوهام داخل الصحراء، غير هو في الصحراء بوحدو ومعه الله سبحانه وتعالى. في لحظه من اللحظات كيوصل لجوج ديال الاحزمه امنيه اللي كيكونوا كيراق كيكونوا خاصين بالبوليزاريو، فتما المرضي وقف وتصدم فقال صافي هذه هي النهايه، وبقى غادي كيتلبد غير بشويه فكيلقى انهم خاويين ما فيهم حتى شي واحد. فهنا المرضي رجعت له الروح مره اخرى وعاود شدها جرياو وكمل الطريق ديالو، وبقى غادي كيجري في نفس الوقت كيرتاح وكيجري وكيرتاح حتى بدا كيبان له الضوء ديال الصباح بدا كيطلع، الشروق ديال الشمس بدا كيبان. المرضي كيقول ما بقالياش الوقت، انه لبس السروال ديالو باش ما يلفتش الانتباه لاي واحد، كمل الجرة ديالو. وفي لحظه من اللحظات بينما هو كيجري كيوقف وبقى كيشوف وهو مصدوم في نفس الوقت، ما عارفش وما متاكدش في نفس الوقت واش داكشي اللي في دماغه هو داكشي اللي كيشوف قدامه. بيني وبينكم واش غيكون كيشوف المرضي وشنو الحاجه اللي وقفاتو، ومع العلم انه مزروب وخصو يوصل في الوقت. المرضي كيشوف قدامه كومه كبيره من التراب، فالمرضي هنا يعرف انه وصل للهدف ديالو، فبقى غادي كيجري بسرعه وفي نفس الوقت كيشوف وراه واش موراه شي واحد تابعه. وفي لحظه من اللحظات المرضي كيحيد السميجه ديالو وبقى كيشير بها للجنود باش يشوفوه، الجنود اللي كيكونوا بطبيعه الحال في الحدود اللي حامين الحدود المملكه المغربيه. فشافوا احد من الجنود وجبد السلاح ديالو، فقال له الجندي وقف في بلاصتك وهز يديك. شكون نتايا؟ قال له انا مغربي بغيت نهضر معاك، خاصني ندخل المملكه المغربيه، خاصني نهضر معاك. قال له اجي من هذه المنطقه. فمن بعد ما دخل عنده الجندي كان مازال هز السلاح ديالو في وجه المرضي. قال له شكون نتايا؟ المرضي مازال كيلات. معك الملازم حسن المرضي. اشنو وقع ليا واشنو وقع ليا وهالمده اللي كنت معتقل فيها. الجندي حيد السلاح ديالو من وجه المرضي وقال له مرحبا بك وعلى سلامتك اخويا، منين وصلتي للبلد ديالك. المرضي كيتبت على الشجاعه والرجوله والقوه ديال التفكير ودراسه الخطى، على انه ملي كتحط شي هدف امامك راك تتوصل ليه، وفي نفس الوقت كيتبت على ملحمه هروب من اقوى السجون واخطرها. طبيعه الحال هنا غادي تكون نهايه القصه ديالنا. للاسف ما سخيتش بكم، ولكن غنضرب لكم موعد جديد بقصه جديده اللي غادي تكون زوينه بطبيعه الحال. الا كنتي وصلتي حتى لهنا ومازال ما درتيش اشتراك فهبط لتحت واشترك معنا في القناه، حيت مازال بزاف د الحوايج زوينين جايين في الطريق. اعانكم الله.